اليوم اكو شباب هم في عمر الزواج او في مرحله الزواج، بس لما تقول له ليش يقول لك ما عندي رغبه بالزواج. شنو هذا السبب، خاصه مجتمعنا كمجتمع عراقي؟ والله الظروف المعيشية صارت جدا صعبة يعني بالنسبة للزواج، وأكثر تعرفين يعني الحداثة والرقي والتطور ما جاي يقدر الشاب يواكبه. وعندنا مسألة السكن كل صارت مسألة صعبة، تعرفين العقارات والسكن صار كل صعب. وأكثر الأهل يعني يدورون الزواج المثالي، وكثرة الطلاق بالمحاكم والزواج المبكر اللي نعاني من عنده. يعني لو تروحين هسه لأي محكمة تشوفين انه نسبة الطلاق 80%. والله هو السبب تكاليف الزواج، واكو عوائل تطلب هواية مثل مال مهر ما مهر، هي هذه اكثر شيء. أكثر الأسباب هي أسباب مادية، لأن فرص العمل قليلة للشباب، بالإضافة أيضا طموح الشباب للسفر خارج العراق هو خلاهم بأنه عزوفهم عن تكوين عائلة وتكوين أسرة. أكيد الحالة المادية حبيبتي، يعني الشغل ماكو، يعني يكمل كلية يبقى قاعد يعني ما يلقي شغل، والزواج بهالوقت يعني متطلباته كلش هواية يعني. وأنا عندي بنية وعندي ولد سافر لأنه ما لقى أي فرصة هنا، والبنية بعد هي موجودة وهي مخطوبة، بس المتطلبات هواية يعني. أكثر شيء البطالة يعني عن العمل، يعني تلقين أكثر الشباب عمل ماكو، شغل ماكو، فمن يتزوج يصير عنده طفل شي يوكله، شي شربه مثلا. بس أنا أشوف هذا الشيء غلط. يعني هسه مثلا هو شنو يعني جذر البيت هو واحد يعني، بس الشباب غلطانة بهذا الشيء يعني. انت متزوج؟ أكيد. زين شلون قاعد اشوف الزواج؟ يعني انت تقول الحاله الماديه او فد شيء، شلون تشوف الزواج؟ والله بالعكس الشاب من يعني اقول لك مثلا ما متزوج يصرف اكثر مما هو متزوج. الحياة الزوجية شباب دا ينفرون عن الزواج. أول شيء الحالة المعيشية، يعني مثلا أبسط شيء إنه لازم بيت، اللي ما عنده بيت ما يقدر يتزوج، هاي أولا. ثانيا الأجواء الأمنية، الظروف تخليه ينفر عن الزواج. يعني هاي طلبات الزوجة، طلبات أهل الزوجة، هي هاي اللي تخلي الشاب ينفر عن الزواج. يعني هاي الشباب الزواج يريد، شوف في تعيينات ماكو، هاي الطلاب كلها قاعدة شهايد، وهاي المفتح له بسطية ما ادري شنو، يعني الناس ما عندها. يعني هو صح هو يقدر يتزوج، بس المرأة تريد يعني تريد بيت، تريد مصرف، مو من الزواج. يعني الساعة كلها الزواج استقرار وحياة طبيعية، يعني المفروض هاي كلها اكثر العالم تريد يعني في الزواج، بس تعيينات ماكو. يعني مفروض يشوفون تعيينات لهاي الشباب الطلاب، هاي هسه كلها شهايد مفتح له بسطية بباب الشرجي. الأزمة الاقتصادية اللي احنا هسه نمر بيها، وبالدرجة الأولى أزمة السكن. يعني إذا أنتم تعرفون هسه تشوفون سبب الطلاق اللي دا يزيد هسه عندنا بالمحاكم، يعني أغلب أسبابه هو السكن بصراحة. يعني لو يكون أنه مثلا الدولة توفر سكن للشباب ودعم خاص للشباب، أنه مثلا توفر لهم الشقة المناسبة، المكان المناسب، راح تشوفون نسبة الطلاق يمكن تنزل عندنا لحد 50%. يعني احنا هسه عابرين 50% بصراحة. يعني هاي كلها أسباب هو السكن. يعني هاي احنا نقول عليه اهم شيء. يجي من بعده الاسباب الاقتصاديه اللي هي مثلا انه الشاب مثلا او الطالب اللي يتخرج يعني بحاجه الى وظيفه، بحاجه الى عمل حتى يكون يتزوج، يفتح اسره، يعني يعين زوجته، يعين اطفاله، يعين نفسه. فاذا هذا ما متوفر شلون واحد يتزوج؟